يسمونه العجز ديال الميزانيه تراجع في بلادنا بفضل ما يسمى بالتمويلات المبتكره. شنو هي التمويلات المبتكره؟ هي الحكومه تبيع المقرات الاداريه والمستشفيات والمؤسسات الجامعيه، تبيعها اما للسي دي جي ولا للسي ام ار ولا للخواص، وتكتريها من عندها وتقول للموظفين استمروا هناك وللمرضى استمروا هناك وانا راني كريس. هذه الحكومه في 3 سنين 22 و23 و24 جمعات 80 مليار ونص درهم برسم ما يسمى التمويلات المبتكره. 80 مليار درهم ونص في 3 سنين. المغرب في العمليه ديال الخوصصه من النهار اللي بدات في 93 حتى ل 2017، يعني في الاوج ديال ربع قرن ديال الخوصصه، جمعنا 103 ديال المليار ديال الدرهم. ربع قرن، 25 عام والمغرب تيدير الخوصصه باطار قانوني مختلف، بالقوانين مقعده وبصندوق الحسن الثاني للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، والفلوس محضيين فين يمشيو. هما اللي داروا هذه البنيات التحتيه اللي كاينه، الموانئ والطرق السياره والمطارات. اما هذه 80 مليار درهم تتخشى في الميزانيه ما عرفهاش فين هي. كاين مشكل قانوني، ولكن كاين مشكل كثر. الحكومه تبيع الاصول ديال الدوله وتيجيب لها الله راه عندها الفلوس، وبالتالي تصرف بدون حساب ولا تقوم بالاصلاحات الهيكليه اللي خصها ديرها باش ترشد النفقات وباش تطور الموارد العاديه.